تحسسك ان ضوافرك قويه، او ان تحسسك ان البني ادم قويه، انت انسانه قويه تشرب ميه. البنت القويه بتشرب ميه. المنقذ اللي بيدي شكل حلو قوي للبشره وبيدي شكل نضر وبيدي نظافه للبشره، ولو بشرتك طالع لها حبوب النرفزه، حبوب بتاعت كل شهر، حبوب المشاكل، حبوب التوتر، حبوب الحرقه، بيشيلها بجد، بيشيلها بجد، بيدبلها. عارفين بيدبلها يعني بيخليها تدبل، تروح، تموت، تنشف. يا حر. الفيديو ده هقول لكم على الحاجات اللي انا اشتريتها من الشركه عندنا او من المخزن او المكتب، الحاجه اللي بتسموها زي ما انتوا عايزين، الحاجات اللي انا بشتريها وهجربها وبجربها معاكم، وهتلاقوني مجربه حاجات منها في الفيديوهات، وهتلاقوا حاجات ريفيوهات عنها. وده حاجه جميله ان كل حاجه انت بتشتريها سواء من الشركه عندنا من اللينك اللي في صندوق الوصف، تمام، او من اي مكان تاني، تعرفي ان الحاجات دي استخداماتها ازاي، تشوفي حد يكون جربها وتشوفي النصايح ازاي تستخدميها. هنبتدي اول منتج، وانا يعني احنا اتكلمنا عنه قبل كده وعملناه قدامكم، تمام. انا اهو التاتو الحلال، التاتو الحلال اهو، رسومات كروت، مش مهم الكروت خالص تكون بسعر عالي، المهم انت الحبر تكوني جايباه الاصلي، الحبر، لان هو ده اللي هيبقى على جلدك. الرسومات هي عباره عن لزق كده، اللزق ده بتحطيه وتحطي عليه البتاع ده. انا هحاول اجربها قدامكم. نحاول نعمل الرسمه دي كده، لزقه اهي، تاتو الحلال، لزقه بتلزقيها على الجلد، خلاص تعملي الرسمه، تمام. بس انا مش هعرف اعمل كده انا عشان ما تقعش الحبر، خلاص. انا هقول له هوريكم الرسمه في الاخر. بتجيبي الحبر كده وتحطيه على القطنه بتاعه الودان، ربنا يستر وما نبوظش الدنيا. القطنه بتاعه الودان اهي، بتغرقيها بالحبر كده، وممكن تحطي الحبر على مكان مثلا، ربنا يستر. انا حاطه ايدي على قلبي اصلا. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب يا حلوين. لا، احنا المفروض نحطها على مكان ليه سطح. هنحط الحبر هنا كده على البتاع، على حاجه زي سطح كده اهو. الحبر حطيته كده، خلاص. تحطيه وتجيبي الودانه تغرقيها من الحبر وتحطي كده اهو. بصي كده 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 كده، عملنا فلوس كده 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 كده. غرقي كده الحبر على الرسمه المفرغه. انا كنت جربتها قدامكم ووريتكم النتيجه، فاللي ما شافش الفيديو هيلاقيه في منتجات هشتريها تاني. الحبر اهم حاجه. ممكن تجيبي حبر مش اصلي يعمل لك حساسيه ويعمل لك مشاكل، تمام. وممكن برضو تعمليه كده، تفتحي كده وتجيبي الاسيتون. ليه انا جايباه ده؟ جايباه عشان انا بعمل اصلا جل لضوافري، وبعمل ريموفال للجل او بشيل الجل بالبتاع ده، بالاسيتون. وليه طريقه معينه شوفوها في القوائم التشغيل بتاعه العنايه بالاظافر. والجل حاجه جميله بتقدري تشيليها بسهوله وبتحمي ضوافرك من امور وعوامل كتير. تاني حاجه، تالت بعد كده اللي انا ما بستغناش عنه ماسك الفحم، بحبه جدا 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 وبستخدمه على طول كتير. واللي زيه برضو اللي انا هجربه معاكم بعد ما امسح الميك اب في الفيديو ده بعد ما اخلص بقى الفيديوهات وكده واعمل الفيديوهات، اللي زيه بالظبط هو ده الماسك اللي بيشيل الوش، الماسك الكوري الابيض. هجربه النهارده، هعمله النهارده وهتشوفوه برضو في العنايه بالبشره. برضو جبت من ايفون يعني شركه عندنا بتوفر حاجات ايفون. جبت اللي هو باور ستاي الكحل وحاطه منه دلوقتي. جبت كمان جربناه مع بعض الادفانس تكنيك، مش عارفه انتوا هتبقوا شفتوا الفيديو ولا لا، بس خشوا على قائمه التشغيل بتاعه العنايه بالشعر، ادفانس تكنيك الماسك بتاع الشعر، اللي هو بصراحه على يعني مديني لمعه حلوه والريفيو بتاعه حلو. انا جربته فكررته تاني، الريفيو بتاعه جميل بصراحه بالنسبه لي. فهو حلو كماسك، بس هو سعره شويه غالي على ان هو يكون هو استخدامه وانس مره واحده، فعلى ان هو يكون مره واحده. جبت كمان الليب سكراب، كتير يعني شفايفي بتشقق كده وببقى عايزه اشيل ليب سكراب، يعني حاجتين للشفايف جبتهم، ليب سكراب وليب ماسك. الليب ماسك بيل اوف جربناه في الحيل، في الفيديو بتاع حيل التيك توك، يا رب يكون نزل، هو اكيد نزل في قائمه التشغيل بتاعه المكياج او الميك اب، هسيبها لكم فوق هنا. عملت حيل كده التيك توك او ترندات التيك توك الجديده، فهتشوفوها حلوه قوي. والليب ماسك ده بيتحط على الشفايف وبيشيل القشره، يعني انت ممكن تستخدمي ده مره في الاسبوع وده مره في الاسبوع، فانا حبيت الحاجتين. ده بيدي لون
ده بيدي لون، لكن ده بيدي نضاره وبيكبر الشفايف شويه يعني. تمام. اشربوا ميه كتير، اشربوا ميه كتير. لا اشربوا ميه كتير، وانا بقول لكم اشربوا ميه كتير وانا ما بشربش ميه ليه؟ مين شربت ميه كتير النهارده؟ اللي شربت ميه كتير النهارده تقول لي في الكومنتات، وتعمل لايك وتعمل شير او تعمل ديسلايك، اللي مش عاجبها المحتوى تعمل ديسلايك عادي يعني، وتعمل اشتراك لو انت جديده. اليوتيوب بيقول لي ان 99% من الناس اللي بيتابعوك مش مشتركين. انا هل كده انا مش مقنعه، انا يعني يا جماعه يا جماعه يا جماعه شجعوني. جبت ايه كمان؟ الدنيا حر، الدنيا حر، الدنيا حر، وانا حاطه المروحه ورايا اصلا وحرانه. جبت ايه كمان؟ جبت قررت تاني اوز ناتشورال فيتامين سي، اتكلمنا عنه في المنتجات اللي هي نينجا بتاعه البشره. جبت الماسك اللي بيشيل كل حاجه، خلاص اتكلمنا عنه. جبت الماسك اللي بموت فيه قوي وبحبه جدا وكتير بستخدمه، اللي هو الماسك، هنجربه مع بعض، هنجربه مع بعض. بس انا بحب اعمله بعد ما بعمل بيه اوف للبشره مره في الشهر، عشان حاجز بشرتك ما يندرش. ده المنقذ اللي بيدي شكل حلو قوي للبشره، وبيدي شكل ناضر، وبيدي نظافه للبشره. ولو بشرتك طالع لها حبوب، حبوب النرفزه، حبوب بتاعت كل شهر، حبوب المشاكل، حبوب التوتر، حبوب المراهقه، بيشيلها بجد، بيشيلها بجد، بيدبلها. عارفين بيدبلها يعني بيخليها تدبل، تروح، تموت، تنشف، بينشفها. فانا دلوقتي مش عندي مشكله الحبوب، بس بعد فتره اكيد انا عارفه هيجي من وقت للتاني عندي فرح هيظهر لي حبوب، انا عارفه. بس هو ماسك احنا هنجربه مع بعض، يعني هو بيعجبني بصراحه، هعمله لكم في مره في الفيديوهات بتاعه البشره. يعني اعملوا لايك وسبسكرايب عشان ايه يجي لكم الفيديو ده. خلاص. ايه تاني اشتريته؟ اشتريت مانيكير اللونين دول، على جل المانيكير الجل غير المانيكير العادي. تمام. اشتريت كمان الليب جلوس اللي انا حاطاه ده من بريتي وومن، الدرجه دي انا بحبها، انا بحبها قوي، مش عارفه ليه انا بحب الدرجه دي، هي درجه 06 بحبها، بحبها يا اخي. يعني كتير انا بطلع بالبينك، واصلا كانوا في الكليه بيسموني بينكي، بس انا بحبها. اعمل ايه طيب؟ بحب اللون ده او بحب الدرجه دي جدا. مين بيحب الدرجه دي؟ الفوشيك. وبحب البامبي اللي هو البامبا الحلاوه اللي بيسموها بامبا الحلاوه، فانا حاطه منها دلوقتي. ممكن ابقى اجربها لكم بعد كده برضو في فيديوهات الميك اب. بحب الميك اب طبعا، شفت ريفيوهات على النت عجبتني، فهو من الشركه برضو جبت ده، موجود في كل مكان، مش شرط تجيبيه من الشركه عندنا، انا بقول لك ان هو موجود، نقدر نوفره لك، بس انت ممكن تلاقيه في السوبر ماركت، فعادي ممكن تلاقيه في الصيدليه، بس هاتيه من الصيدليه احسن، او شركه تجميل. تمام. شركه تجميل اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف، بنقول لك ازاي تجيبيه او منين تشتريه. في حاجات بنعوز ان احنا ايه الشعاع ده؟ الشعاع ده ضارب مع الاباجوره اللي فوق. اباجوره ايه؟ النجفه. الفيف هجربه، انا مجربه دلوقتي على شعري، بس حاجه بسيطه، لسه ما عرفتش قوي ريفيوهاته. يعني ما اقدرش اتكلم عليه دلوقتي بشكل كبير، بس هو بيستخدم كبلسم وك يعني ليف ان او بديل زيت. فمن الحاجات اللي هستخدمها في حاجات كتيره، السيرومز، وفي حاجات كتيره من انتاج الشركه عندنا بستخدمها برضو. اخر حاجه بقى اللي انا بحبها واللي انا هستخدمها في الفيديوهات الجايه معاكم، التيب بتاع الضوافر، او النيل تيب، او الاكستنشن بتاع الضوافر اللي بيطول الضوافر، وهنجربه مع بعض. واستنوا الفيديو بتاع عنايه الاظافر. التيب ده بيبقى حاجه كده، طبقه بتتحط او حاجه بتتلزق، وممكن تتلزق بالبيز على فكره، والحاجات اللي هي الادوات ببتاعه الضوافر دي، وبتدي شكل حلو للضوافر وبتطولها، بتبقى عسل كده، وبتقعد فتره طويله، وبتحمي، بتحسسك ان ضوافرك قويه، او انك تحسسك انك بني ادمه قويه، انت انسانه قويه. اشربي ميه، البنت القويه بتشرب ميه، اشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير. ومن الحاجات اللي هتزود نضاره بشرتك الشاي الاخضر، انا لسه شاربه كوبايه شاي اخضر، هتلاقوها هناك اهي، العلبه هناك اهي جنب علبه اليانسون، فوقيها على طول. مش عارفه تبقى ظاهره قدامكم في الفيديو ولا لا. بس كده، ده كان فيديو النهارده، مشترياتي وبرضه طبعا مفضلاتي. الفيديو الجاي هتعرفوا الحاجات اللي انا استخدمتها وما كانتش كويسه معايا، وهنتكلم بكل امانه، حتى لو هي منتجات الشركه عندنا هتكلم معاكي بامانه ان هي ما كانتش كويسه معايا. لايك وسبسكرايب لو المحتوى عجبك، سبسكرايب وفعلي النوتيفيكيشن، وفعلي النوتيفيكيشن اصلا بتاعت اليوتيوب عشان الفيديو يوصل. يا فرحتي، انت عامله حاجه وقعت.
هل في حاجه باظت؟ مفيش حاجه باظت، لسه الفيو كويس. يا فرحتي انك عامله مثلا سبسكرايب للقناه ومفعله الجرس ومش عامله النوتيفيكيشن اصلا بتاعه اليوتيوب. طب انت هتعرفي منين ان انا نزلت فيديو؟ انا بعمل فيديو حاليا كل سبت واثنين واربع، فلو الساعه 6، فلو الميعاد ده كويس بالنسبه لك قولي لي برده، شاركوني في الكومنتات انتوا عايزين نعمل في ميعاد امتى. بس كده، سلام. برضو دي شوية منتجات من الشركة عندنا. ده باليت اي شادو 40 لون من مايت سينما، ممتازة جدا جدا وسعرها حلو كمان. ماسكات كلها شامبو كينج. جهاز الفلاولس ده حلو لإزالة الشعر، اللي هناك ده اللي انا اهو حلو لإزالة شعر الوجه جدا. يعني اهو ده الاصلي اللي عندنا، شامبو كينج وماسكات كتير. ده برضو لوشن العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر، وده زيت العناية بالضوافر، وده ماسك للشعر شيت كده بيتحط على الشعر زي القماشة كده أو زي المنديل. زيت كشكنج. في برضو الماسك القدم وملح حليب الإمارات، هيبقى حلو جدا برضو بعد إزالة شعر. في أقلام مكياج بتاعة فلورمار حلوة جدا، والديرما رولر. وفي برضو ده للبشرة. بصي، هي في حاجات كتير عندنا في المخزن. طبعا في طقم الفرش ده اللي هينفع جدا مع البلت اللي هي 40 لون. يعني هما في الحقيقة الالوان حلوة جدا وهتنفعك في كل حاجة. تمام. فيها كل الالوان تقريبا اللي ممكن تحلمي بيها، حتى الالوان اللامعة. في ماسك الفحم، في انواع غسول كتيرة جدا. في ماسك الطمي من انتاج الشركة عندنا، في الكورة بتاعة الحمام دي اللي بتتحط في البانيو. بصي، في كمان جهاز الليزر لإزالة الشعر نهائيا. ده جاي من بره مصر، ممتاز جدا، الليزر منزلي يعني. حلو قوي، واحسن ما تروحي العيادات. طبعا في مجموعة العناية بالبشرة اللي بتعمل سكراب للبشرة.